فإحنا الآن هناك مبادئ للتعايش سريعا. المبدأ الأول أننا لا نخدش الأديان ولا نخدش ما يتعلق بالله ولا نخدش ما يتعلق بمقامات الرسل. طب ماذا تقصد ساعتك بمصطلح الأديان؟ يعني سماوية وغير سماوية أم عموما أننا لا نخدش ما يتعلق بالله ولا بصفاته ولا بمقام الأنبياء. تمام. الأمر الثاني البحث العلمي بيننا حتى نثمر للعالم على اختلاف مذاهبنا وأفكارنا ومعتقداتنا. الأمر الثالث أننا لابد أن نفعل القيم الأخلاقية والقيم الحضارية في بناء المجتمعات. كل دولة علمائها المختلفون في الأديان في الفكر عليهم أن يتعاونوا في بناء الأوطان، عليهم أن يتعاونوا في مواجهة الإلحاد، عليهم أن يتعاونوا في مواجهة الأفكار الهدامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان الذي يأتيكم كل يوم عدا الجمعة والسبت من 5:30 حتى 6:30 على قناة أبو ظبي. مرحبا بكافة المستمعين، مرحبا بالعقلاء، مرحبا إلى أولئك القوم الذين يستمعون بعقولهم لا بقلوبهم ومشاعرهم. عندنا اليوم سنتكلم بموضوعين، موضوع عن جبر القلوب، وموضوع آخر تساؤلات أو سأتكلم عن مسألة التسامح بين الأديان. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة لله الحمد والمنة يا سادة، جمعت مختلف الأديان، مختلف الطوائف، في النهاية يجمعنا القانون، لكم دينكم ولي دين. في النهاية لا إكراه في الدين، أستمع من الآخر، أتقبل من الآخر أو لا أتقبل، هذا مسألة أخرى نحن لا نخوض بها، وليس لي علاقة ما يقوله دينك وليس لك علاقة فيما يقوله ديني، فكل معتقد وكل دين له استقلالية آراء، له مناهجه ومراجعه التي يستند إليها. التسامح إخواني وأخواتي لا يقف عند حدود المسلمين فقط أو فيما بينهم على المستوى الفردي أو المجتمعي أو الجماعي، بل يتعدى إلى الآخرين. ولذلك نحن البعض لديه تحفظ كبير على مفردة التسامح ويعتقد أنها فيها تنازل بشكل كبير جدا. ما هي المشكلة؟ لماذا يتحفظون عليها؟ شوف، البعض لديه مع الأسف شطط في فهم معنى التسامح. نعم، شطط وحدة وليس مجرد خطأ. لماذا؟ الجواب لأنه ينظر في هذه الأشياء من زاوية واحدة، ويرقب ويترقب منطلقا في هذا من سوء ظنه وضيق مساحته. ولكن ائتي بملحظ واحد يطال الدين، وخاصة في المعتقد. ملحظ يمكن أن تطرحه لتقول من خلاله بأن هذا تنازل عن الدين في سياق التسامح، وهو تنازل عن الدين باتفاق المسلمين. ائتي به. البعض يطرح في هذا موضوع الكراهية والولاء والبراء، وقد فصلنا الحديث في ذلك تفصيلا كافيا. نعم. ولا نطيل بتكرار الحديث عنه، وهو تفسير مؤصل ولله الحمد. ومع الأسف لم يؤت الإسلام إلا من أمثال ذلكم التشدد وسوء الظن، وكذلك من العزلة بالرأي دون حوار ولا نقاش. وكلما انعزل الشخص استوحش من غيره وساءت ظنونه بل وضاق عطنه. المهم أن تأتي بمثال يدل على أن هناك نموذجا من التسامح فيه تساهل أو تهوين أو مداهنة على حساب الدين. ائت بمثال واحد عندئذ نقف. نعم، عندئذ نقف. ولكن أن يتحدث عن ذلك بارتجال وبشكل عام وبسوء ظنون، لا، بالمثال يتضح كل شيء. لكن مع الأسف أنه يوجد الآن من يحطمون الدين باسم الدين. الدين الإسلامي دين التسامح، دين التساهل، دين المحبة. ما هو صحيح. التسامح مع من؟ مع إخواننا المسلمين. أما غيرهم فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار
وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. لكن من مد إلينا يد المسالمة مددنا إليه يد المسالمة إذا كنا عاجزين عن المقاومة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما الدين فلا نرضى أن يصاب بشيء أبدا، بل نقول دين الإسلام دين خاص يمتاز عن غيره بأنه يؤمن بجميع الأديان أنها حق من عند الله لكنها منسوخة بالإسلام. طيب، بعض الناس الجهال يقول اليهود يؤمنون بموسى والنصارى بعيسى والنصارى يؤمنون بموسى أيضا، ثم يقول كل يؤمن بنبيه. وش المعنى؟ نقول اقرأ قول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. بعدها أولئك هم الكافرون حقا، أكد الله كفرهم، أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء النصارى واليهود الآن يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. اليهود يدعون أنهم مؤمنون بموسى والنصارى يدعون أنهم مؤمنون بعيسى ويكفرون بمن؟ بمحمد. محمد الذي قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم، من يخاطب؟ الأنبياء، أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهد الثقيل؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد. إذا كان أنبياؤهم قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد فهم من باب أولى، ومع ذلك يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام ويقول نحن مؤمنون. ثم نقول لهم أنتم في الحقيقة ما آمنتم برسل لأن محمد صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والإنجيل مكتوبا عندهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، موجود هذا. بل قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مثل ما يعرف الرجل ابنه يعرف أن محمد رسول الله، ومع ذلك كفر. كيف نقول هؤلاء المؤمنون؟ ثم نقول إن الله تعالى حكم على كل إنسان كفر برسول أنه كافر بجميع الرسل، حتى بمن لم يأتي من الرسل فهو كافر به. قال الله تعالى في قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح من بعث رسولا قبل نوح؟ لا أحد، ومع ذلك قال الله إنهم كذبوا المرسلين. فهؤلاء الذين يدعون أنهم مؤمنون بموسى وبعيسى نقول أنتم الآن كافرون بموسى وعيسى، كافرون الكفر العام والكفر الخاص. أما العام فكل من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، أما الخاص فإن رسلكم جاءت كتبهم صريحة في أن محمدا رسول الله حقا وعرفتموه كما تعرفون أبناءه. نحن أعطلنا في هذا وخرجنا عن موضوع التفسير لأن الدنيا أمامي مترهمة في مثل هذه الأفكار الخبيثة الرديئة التي يريدها بعض من ليس عندهم إيمان إلا أن يشاء الله. ويجب علينا أن نقاوم هذا الفكر مقاومة تامة بقدر ما نستطيع. هذا جهاد، مو هو في السيف لكن جهاد بالرأي والفكر. لا يجوز السكوت على هذا إطلاقا. فحاصل أن هذه الآية الكريمة كفر الله تعالى كفرا مؤكدا من قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب،